نيمار لاعبا للهلال، يا ساتر يا جماعة. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، هذا البرازيلي العظيم صاحب 31 عام، من مواليد 5 فبراير 1992 ميلادي. مركز نيمار الأساسي هو طبعا الجناح الأيسر، ويلعب أيضا كمهاجم ثاني. لعب نيمار خلال مسيرته الاحترافية أولا لنادي سانتوس البرازيلي منبع النجوم البرازيليين، وفي 2013 انتقل لبرشلونة الأسباني، أحد أعظم الأندية الأسبانية والأوروبية، واللي حقق معاهم أغلب إنجازاته وانشهر في برشلونة. وفي 2017 انتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. لعب نيمار في الموسم الماضي في الدوري الفرنسي 20 مباراة، سجل فيها 13 هدف ومرر 11 تمريرة حاسمة. طبعا كلنا عارفين يعني خلاص صفقة ألكساندرو متروفيتش قريبة جدا من الهلال، يعني راح يكون هجوم الهلال قوي جدا جدا. طبعا دحين كل البرازيليين راح يتابعوا الدوري السعودي عشان نيمار أكيد. هذا غير انه في نجم برازيلي اخر اساسا في الدوري، واللي هو فيرمينو في الاهلي. كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، واتمنى تعطوني اراءكم تحت في التعليقات عن صفقة نيمار للهلال. وبس، شكرا للمشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه والتعليق المحفز والنشر في كل مكان، ومع ألف 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 سلام.